عاملين ايه؟ اللي عاوز يعرف انا عملت الفازة الامورة ديت تحفة. عملتها ازاي؟ تابع معايا الفيديو من الاول انا عملتها ازاي. النهاردة هنعمل مع بعضينا اعادة تدوير ازايز المية، ان كلنا عندنا ازايز زي ديت، مفيش بيت مفهوش ازايز. ازايز هنعمل حاجة تحفة من حاجة بنرميها. انا معايا هنا الكفر كيك اللي هعمل بيه الفازة بتاعتنا اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو. انا جبت ازازة مية معدنية وقصيتها زي ما حضراتكم كده شفتوها، وقست على قد الازازة وقصيت الكفر دوت دبل بيتلزق زي ما حضراتكم كده شايفين. انا خدت المقاس الازازة، مبقاش بقى دلوقتي بقت ازازة، هتبقى فازة دلوقتي زي ما حضراتكم كده هتشوفوها. ولزقتها بصوا لزقتها ازاي، شايفين؟ لزقتها بطول ورجعت لزقت حروفها من فوق. ده ريش شكل الازازة. لو عندك بقى معايا القطعة الاولية اللي انا وريتها لكم في اول الفيديو، دي قطعة من الفل اللي بيبقى موجود في الاجهزة بتاعتنا، علشان حطيتها في قلب قاع الازازة عشان احط فيه الورد، عشان الاقي مكان احط فيه الورد، وفي نفس الوقت هيتقلي شوية الازازة الفازة بتاعتنا. ولو ما عندكمش بردك الفل ده ممكن تستبدلوه بحبة زلط صغير زي اللي احنا بنحطه في حوض السمك. هتتقل معايا الفازة مش هتقع. بس انا طبعا ما كانش عندي الزلط ده. وعارفين تجيبوه منين؟ ممكن تجيبوه من عند الناس اللي هي بتبيع السمك او العصافير. جبت ورد كده زي ما حضراتكم كده شايفين. شوفوها بقى دلوقتي منظر الفازة تحفة من حاجة بنرميها. ممكن بصوا ايه رأيكم في المنظر ده؟ لازم لكم مش منظر تحفة والله، منتهى الجمال. ما يقولش ان انا عاملاها ابدا، ما تتخيليش ان انا اللي عاملاها. ولو بردك عندك ازازة معدنية مية بتاعت مية، ازازة كبيرة بتاعت مية، تقصوها وبردك تلزقوا عليها اي منظر عندكم انتوا تفضلوه. دي تنفع تحط بردك فيها الشرابات بتاعت اولادك بدل ما بتحطها في الباسكت ونفضل ندور عليها في الباسكت بتاع الغسيل، عشان طبعا الباسكت الغسيل بيبقى فيه الغسيل قطع كبيرة فمتبانش الشرابات فيها. فالافضل بقى